احا. اقل كلمه انا ممكن اقولها احا. المستوى ابن الوسخه ده. سيبكوا بقى، بص سيبكوا بقى من اي المستوى ابن الوسخه ده. يعني ايه اطلع عالم المصريه للاتصالات او نادي وي اللي النت عنده اصلا ضايع اطلع منه في كاس مصر واتهزم 2-1 بالفرقه دي؟ بأمارة ايه؟ ايه اللعيبه الوسخه اللي عندك دي؟ نفسي افهم ازاي دول بيلعبوا في النادي الاهلي، ازاي دول بيلبسوا تيشيرتات النادي الاهلي، ازاي دول بيقبضوا من النادي الاهلي. حد يقنعني ازاي دول موجودين عندك في النادي الاهلي. والله اقل كلمه ممكن اقولها انا قاعد بتفرج طول الماتش وقاعد بقى طول الماتش. خلاص جابت اخرها. ايه دول؟ انا عايز افهم ايه دول، عشان شويه لعيبه عندنا في المنتخب يبقى مستوى الفرقه بالمنظر ده. ده المفروض، ده المنطقي يعني، يبقى عندي اشرف داري وجراديشار وحسين والفرقه المقرحه دي كلها، الفرقه الوسخه دي كلها. طالما لعبت كلها في المنتخب يبقى ده المنظر. العب نادي ويل مصريه للاتصالات نت 30 ميجا يحصل معايا كده في الاخر. ده بأمارة ايه؟ عادي. واللعيبه دي مكمله وبتقبض مفيش مشكله عادي، والدنيا بيس وتمام. ويوم ما تتكلم يقول لك انت بتفهم حاجه، انت بتفهم حاجه انت. يا راجل انت بتفهم حاجه، صلي على النبي يا راجل. وطرد طاهر. ايه يا طه، ايه يا ميسيو؟ خليك قاعد، خليك قاعد. انت عندك اللي بيجدد لك، عندك اللي بيجدد لك وبيقعدك وبيديك فلوس، فحقك تعمل اللي انت عايزه. اللعيبه دي كلها حقها تعمل اللي انت عايزها. قعد يا باشا حمزه عبد الكريم هالاند مش عارف هو، طب هو لازمته ايه عندنا؟ انا مش فاهم. طب ما تمشوه، هو اصلا ما بيضيف لناش اي حاجه، خلاص مشوه. اي لاعب وسخ مش عاجبه الفرقه ما يمشوه، ايه المشكله؟ بس انتوا خليهم وخلينا احنا نتفقع من اللي احنا بنشوفه ده. الله ينور يا رجاله، والله العظيم الله ينور.